لماذا لم نرى صحيح عثمان بن عفان؟ لماذا لم نرى صحيح علي بن ابي طالب؟ دول اللي كانوا حواليه وسمعوا منه. طب لماذا لم نرى صحيح فاطمه بنت محمد؟ ده ابوها. يعني الاولى مين اللي تقول قال رسول الله؟ بنته اللي عاشت معاه وسمعت منه. طب زوج بنته وابن اخوه وابن عمه الذي رباه صبيا. طب صاحبه سيدنا ابو بكر. طب سيدنا عمر. طب سيدنا عثمان. لا دول كمان. يا الشيخ محمد ميزو، والشيخ محمد يحب هذا الاسم كثيرا كما قال. رأيته آخر ما رأيته كان سارحا بعربة كرو يبيع السمك. يا ترى ما الذي ألقاه علينا مرة أخرى؟ هل فشلت تجارته بالسمك فجاء يتاجر بالدين؟ ما علينا، لقد تعودنا الرد على أمثاله. يقول ميزو: لماذا لا يوجد صحيح فاطمة؟ لماذا لم نرى صحيح عثمان بن عفان وصحيح علي بن أبي طالب؟ وللمفارقة أحاديث كل هؤلاء موجودة في الصحاح والمسانيد، فهؤلاء كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال رسول الله، وروى عنهم العلماء بالأسانيد ووضعوها في الكتب. فهناك أحاديث لعثمان وعلي وأبي بكر وفاطمة، فالعلماء لم يقولوا قال رسول الله، ولكن يروونه بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن العلم عند الصحابة يعتمد على التدوين والكتابة في أغلب الأحيان، وإنما كان يعتمد على الحفظ. فلما حان وقت التدوين جمع العلماء أحاديث الصحابة التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوها في الكتب، وجمعوا أصح الأحاديث منها ووضعوها في كتابين هما البخاري ومسلم. وباقي الأحاديث مروية في السنن والمسانيد، ومنها الصحيح والضعيف. هذا كل ما في الأمر يا هذا. فإن أردت أحاديث هؤلاء الصحابة فارجع إلى كتب السنة ستجدها. ونصيحة أخيرة: استمر في بيع السمك كما كنت ولا تشغل بالك بالدين.